السلام عليكم. أهلا بيكم في سلسلة جديدة من بودكاست معاد. سلسلة بنحاول فيها نرسم الطريق ونفهمه سوا. كتير بيدخلوا كلية حاسبات وهم مش عارفين هم دخلوها ليه، وكتير بيكتشفوا الطريق بعد ما يتعبوا في طريق تاني. علشان كده حبينا نعمل السلسلة دي. السلسلة دي معمولة مخصوص لأي حد بيفكر يدخل مجال البرمجة أو لسه في أول الطريق ومش عارف يبدأ منين. في السلسلة دي هنتكلم عن كلية حاسبات، تخصصاتها، التحديات اللي فيها، وسوق العمل بعد التخرج. هنتكلم كمان عن الأخطاء اللي كتير بيقعوا فيها في البداية، وهنحاول نرسم معاكم الطريق خطوة بخطوة. علشان كده قررنا إن ضيفنا في الحلقات يكون عدى بالمراحل دي كلها، وكمان اشتغل على مشاريع عملية بنفسه، فريلانسر متخصص في فلاتر. ضيفنا هو الباشمهندس محمود كمال، واحد من الناس اللي عاشت التجربة وبنى لنفسه طريق واضح من جوه الكلية لحد الفريلانسنج. في أول حلقة هنتكلم عن القرار الكبير، ليه تدخل كلية حاسبات من الأساس، وهل الاختيار ده بيكون عن وعي ولا صدفة. هنتكلم كمان عن التخصصات اللي فيها والفرق بينهم والتحديات اللي بتقابل أي طالب في أول سنة. ودلوقتي جه الوقت علشان نبدأ الرحلة ونعرف حاسبات اختيار ولا صدفة. ايه الأخبار يا هندسة؟ عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله يا كله تمام. باشمهندس عامل ايه؟ ايه أخبار حالة الخريجين؟ والله طبعا زي مخلص بقالك أسبوعين بقى وقاعد كده. زي الفل والله. ايه شعورك بقى وانت خريج كده؟ مفيش ديدلاين بصراحة. طيب احنا طبعا جاي النهارده نعمل الحلقة دي بخصوص ان الحلقة دي ان شاء الله هتنزل يوم الخميس، اليوم اللي ثانوية عامة هتخلص فيه امتحانات. فيعني ان شاء الله ربنا يوفقهم في الامتحانات ويجيب كل واحد يجيب المجموع اللي هو عايزه. فطبعا زي ما انت عارف ان في اخر فتره كل الناس بتتكلم على حاسبات واغلب الطلاب دلوقتي او معظمهم اقبالهم كله على حاسبات. انا عايز ادخل حاسبات، عايز ادخل حاسبات. والحقيقه ان يعني في ناس كتير سالتني على حاسبات، هم اصلا مش عارفين محتوى الكليه، ولا عارفين لما يتخرجوا هيكون شغلهم عباره عن ايه، ولا عارفين عنها اي حاجه خالص. فالحقيقه برضو لما كلمتك كده، فكان هدفنا من السلسله دي ان احنا نوعي الناس ونوعي الطلبه اللي هم في الدفعه دي، او حتى ايا كان اي طالب في سواء في حاسبات او اتخرج او لسه هيدخل حاسبات يعني. نوعيهم عن مجال الحاسبات بشكل عام ومجال البرمجه، لان في اخر فتره المجال ما بقاش مقتصر على الناس اللي بتدخل حاسبات بس، لا هو ممكن دلوقتي. لكن طبعا دلوقتي عارف زي ما احنا عارفين ان لا عادي ممكن واحد يبقى عنده 35 سنه ويقرر ان هو يتعلم برمجه فيتعلم بسهوله جدا. بس احنا النهارده موضوعنا هيكون بالاخص عن حاسبات، الناس اللي بتفكر تدخل حاسبات. أم، قبل ما ابدا بقى في الموضوع انا عايز اسالك سؤال شخصي شويه. ودخولك لحاسبات، هل كان اجبار بسبب المجموع ولا دخلته رغبه منك؟ لا هو بصراحة لا كان بسبب التنسيق. يعني دلوقتي انت الكلية ما لحقتش مثلا الكلية بتاعتك اللي انت عايزها، اذا كانت كلية طبية مثلا او كلية مثلا هندسية زي هندسة مثلا، فبتلجأ للكلية تانية اعلى او قريبة منهم مثلا شوية في التنسيق في الدرجات وكده، فبتلاقي حاسبات وبتلاقي علوم، فمعظم الناس بترشح لك حاسبات يعني وكده. مم. فهو انا عملت زي كل الناس كده، ان هو لقيت ان حاسبات هي اقرب حاجه بالنسبه للهندسه. بالنسبه لي انا كنت عايز هندسه فما لحقتش هندسه، فكانت اقرب حاجه بالنسبه لي هي حاسبات، فبالتالي قررت ان انا ادخل حاسبات. طيب طبعا كنت دفعه التابلت، اول دفعه تابلت، اشهر دفعه في مصر، دفعه 2021. وطبعا عارفين صعوبة الامتحانات والمجاميع اللي كانت في فترها. بس هل اصلا حاسبات كانت في تفكيرك قبل النتيجة وقبل ثانوية، ولا هو لا انا ان شاء الله هدخل هندسة ومفيش في تفكير اي حاجة تاني غير هندسة؟ هو فعلا ما كانش في حاجه بالنسبه لي غير هندسه، يعني كانت هي مم. الكليه الاولى والاخيره اللي بفكر فيها. حاسبات ما بداتش اعرفها اصلا ولا اسمع عنها خلال فتره الثانويه كلها غير بعد النتيجه ما ظهرت. لان انا كنت حاطط لنفسي تارجت معين وهو كليه هندسه، اي حاجه غير كده ما كنتش بشوفها قدامي يعني بصراحه. عامة الحمد لله يعني خلاص دخلت حاسبات وعدت الاربع سنين والحمد لله اتخرجت يعني. الحمد لله. فطيب خلينا بقى ندخل للأسئلة الجدلية اللي بتواجه الطلاب لما يفكروا في حاسبات. و... وأول سؤال حابب أسأله لك هو ليه أصلا الناس بتختار تدخل حاسبات؟ والله زي في حالة زي حالتي مثلا كده، اللي هو ما لحقش الكلية الطبية أو ما لحقش الكلية الهندسية، فبالتالي بيدخل على كلية يعني قريبة منهم في الدرجات شوية مثلا زي حاسبات أو علوم وهكذا، فالناس بتدخل حاسبات. في ناس تانية بتلاقي إن معظم الناس لما يسأل حد أكبر منه أو حد خريج جامعة وكده، فبيقترح عليه حاسبات، بيقول له إن حاسبات هي كويسة هي المستقبل وكده. فهي بسبب إنها ترند خاصة في خلال آخر 4 سنين مثلا أو 5 سنين.
طيب هل شايف ان هي تستاهل فعلا الضجة اللي معمولة عليها وتستاهل ان الناس تدخلها، ولا كل ده مجرد كلام اعلام وكلام ترندات بس وفي الاخر هيكون عادي؟ يعني في خريجين كتير بيقعدوا بعد ما يخلصوا. هو احنا ممكن ما نقولش ان الكليه تستاهل ولا لا، احنا ممكن نتكلم على مجال البرمجه بشكل عام. فهو البرمجه برنامج مجال يستاهل ان انت تشتغل فيه يعني وكده، او تدرس فيه وكده. طب ايه اسهل طريقه؟ اصلا اسهل طريقه انك تدخل كليه حاسبات، لانه اكتر حاجه متخصصه في البرمجه، فبالتالي هي تستاهل فعلا لو انت عايز تذاكر برمجه او عايز تشتغل في البرمجه. فانت بتدخل حاسبات لان هي اسلك طريق بالنسبه لك يعني. امم طيب كمان هعلق على النقطة اللي انت قلتها دي، ان في ناس كتير بتكون عقبتها في ان هي تتعلم برمجة وان هي تدرس مجال البرمجة عموما، هي انها ما عندهاش رود ماب واضح يشتغلوا عليه. فانا شايف من وجهة نظري يعني، وكمان احد الاسباب اللي خلتني ادخل كلية حاسبات، ان انا دلوقتي هدخل كلية حاسبات انا عارف طريقي هيكون ماشي ازاي، عارف ان الكلية هتقدم لي محتوى معين انا همشي عليه. ممكن اضيف عندي شوية حاجات، شوية ديتيلز مثلا ريليتد او ليها علاقة بالمجال بتاعي، بس انا في الاول والاخر في حد لازمني برود ماب معينة انا هشتغل بيها. فده بالنسبة لي نقطة مميزة جدا في كلية حاسبات، للناس اللي هي ايه بتقول انا ممكن ما ادخلش حاسبات. انا مثلا هقول لك حاجة، انا كنت في ثانوية عامة كان تفكيري في إيه بقى، ان كنت بقول انا لا، انا هدخل كليه تانية غير كليه حاسبات، وايه وهدرس جنب الكليه اللي انا ادرسها، هدرس مجال البرمجه، ومجال البرمجه بقى منتشر والحوارات دي يعني اللي بتحصل. بس بعد ما خلصت وعملت سيرش ويعني بحثت بقى هل في فرق بين ان واحد بيتخرج من حاسبات وواحد تاني بيدرس مع نفسه، وايه العقبات اللي بتواجهه. لقيت ان هي اهم عقبه واكتر عقبه بتواجه الناس هي عقبه ان انا ما عنديش رود ماب واضحه. ممكن تلاقي رود مابس كتير موجوده على الانترنت عادي، بس اولا صعب انك تلتزم بيها، ثانيا انت مش عارف هل هي هتناسبك انت كشخص ولا لا، لان مش كل الرود مابس او مش كل حاجه بتمشي مع كل الناس. فمن وجهه نظر انا يعني حبيت اعلق على النقطه دي، ان انا شايف ان من اهم النقط اللي بتميز كليه حاسبات ان هي بتديك خطه واضحه هتمشي عليها، سواء في المجال بتاعك او سواء في تخصص معين هتدرسه، هتطلع منه انت هتشتغل على نفسك شويه هتطلع منه ممتاز في مجالك. فدي بالنسبه لي يعني النقطه اللي بتميز حاسبات عن شخص بيتعلم بره يعني. طيب خلينا بقى نتكلم شويه في المستقبل، و... والناس كلها بتقول ان البرمجه هي المستقبل، وان لا، اكتر مجال مضمون هو مجال البرمجه، وادخل برمجه وادخل برمجه. هل شايف ان فعلا مجال البرمجه هو اكتر مجال مضمون في المستقبل وهيوفر فرص لكل الناس اللي بتتخرج من الكليات بتاعته؟ هو فعلا هو اكتر مجال اصلا المفروض ان الناس تسعى عليه هو مجال البرمجه، بسبب ان السوفت وير موجود في كل حاجه، موجود في كل الاجهزه الكهربائيه، موجود في الموبايلات، موجود في اي جهاز بتستخدمه، كل حاجه فيها سوفت وير. فهو السوفت وير اصبح حاجه ضروريه عندنا دلوقتي في كل حاجه. فهو البرمجه هي اكتر حاجه بتاهلك انك تشتغل، اكتر حاجه بتفتح لك فرص اكتر للشغل، فيها مجالات كتيره جدا. فده بيكون فرصه كويسه بصراحه يعني. عايز بقى اسالك على حاسبات كده، سهولتها وصعوبتها. هل في خلال الاربع سنين كنت من وجهة نظرك يعني شايف ان حاسبات كلية سهلة ولا كلية صعبة بقى وصعب ان احنا نذاكرها ونخشها؟ لان في ناس كتير اصلا بتخاف من فكرة ان انا داخل كلية بالانجلش، وانا خلفيتي مثلا انا مدرسة حكومي كنت ضعيف في الانجليش شوية، فخايف ان انا ادخل كلية حاسبات ما انجحش فيها. وكمان انا ليا حد، يعني انا اعرف حد شخصيا كان ممتاز جدا في ثانويه عامه وجايب مجموع كويس وقرر انه يدخل حاسبات، بس بسبب الانجليش هو شال اول سنه، عاد سنه اولى كامله وقرر ان هو يسيب الكليه. فمن وجهه نظرك هل حاسبات سهله اصلا ولا صعبه؟ هو الدراسه على حسب انت بتتكلم دلوقتي الدراسه الاكاديميه، فهو كل شخص داخل الكليه بيكون له هدف معين. في واحد هدفه من الكليه انه مثلا يشتغل اكاديمي، مثلا يشتغل تعيين والكلام ده، يبقى معيد في الكليه. وفي واحد تاني بيطل ان هو عايز يتعلم في مجال معين وعايز يتطور فيه، فبالتالي يكتسب خبره ويكون في عنده فرص اكتر للشغل، بدل ما في فرصه واحده اللي هي فرصه تعيين في كشغل اكاديمي يعني وكده. انت بتتكلم على جزء اللغه، فهي اللغه فعلا هي بتبقى اول عقبه بتقابلك. انت ككليه حكوميه مثلا عندك اللغه مش افضل حاجه، فهي ده اول عقبه بتقابلك. لكن مع الوقت بتلاقي نفسك الدراسه بتاهلك اصلا ان انت تتعامل كل حاجه بالانجلش، كل حاجه اللغه بتبدا تتظبط خطوه خطوه يعني. طب يا هندسه خليني بقى اسالك سؤال، نرجع لسؤال شخص تاني، وهو لو رجع بيك الايام انك تدخل حاسبات تاني، هل هي الكليه اللي هتكون اول كليه تختارها، ولا كنت ممكن تفكر في كليات تانية حتى لو كانت اقل شويه من المجموع اللي انت جايبه؟
هو على حسب حالتي بصراحة، لا كنت هدخل نفس حاسبات، لأن أنا شفت مجال البرمجة وخلاص بقى اتعودت عليه فحبيته أكتر. فبصراحة لا أنا عايز أكمل في المجال يعني، فبالتالي هدخل لو تعاد بيا الزمن فهدخل الكلية تاني، بس همشي بخطوات أحسن يعني، هعالج أخطاء كانت عندي قبل كده مثلا. اوكي، الاخطاء، نقطة الاخطاء اللي احنا هنرجع لها كمان شوية. بس قبل نقطة الاخطاء عايزك تكلمني بقى عن الكلية وتخصصاتها. يعني انا لسه في سنة اولى، لسه طبعا التخصص بتاعي لسه في سنة ثالثة، وممكن لحد دلوقتي ممكن ما يكونش عندي رؤية واضحة او رؤية كاملة عن التخصصات اللي موجودة، او التفاصيل بتاعت التخصصات. انا التخصص ده مثلا هتخرج هشتغل ايه او هعمل ايه. فعايزك بقى تكلمني شويه كده عن تخصصات البرمجه عموما، كل تخصص إيه النقط اللي فيه، هتخرج هيكون مجال شغل ايه، وهيكون اصلا مجال شغل متوفر في السوق ولا لا. عندنا في الكلية في أقسام كتيرة، أقسام كتيرة جدا على عكس باقي الكليات التانية. من الاقسام اللي عندنا دي ممكن نقسمها مثلا كريدت، وممكن نقسمها مثلا جنرال. الجنرال ديت بتكون هي اللي التخصص فيها بيكون من سنه ثالثه، بعد ما بتدرس يعني عدد معين من المواد الخاصه بالاساسيات والكلام ده، وده بصراحه بفضله اكتر يعني. انما الكريدت التخصص بيكون من سنه اولى، وده بتدرس مجال معين او قسم معين بتفضل مكمل فيه لحد سنه رابعه. من الاقسام الجنرال اللي عندنا مثلا زي كمبيوتر ساينس، انفورميشن سيستم، مثلا في مثلا داتا ساينس، اقسام كتيره جدا يعني. وفي اقسام كريدت مثلا زي البايو انفورماتكس، واكتر قسم مشهور اللي هو قسم الاي اي. ممكن ندي نبذه بسيطه عن كل قسم، مثلا زي مثلا كمبيوتر ساينس. الكمبيوتر ساينس ده بيتعامل مع البرمجه بشكل كبير جدا، بيتعامل مع ازاي الكمبيوتر بيشتغل وازاي لغه البرمجه بتتكون، ممكن تعمل لغه برمجه جديده. الكلام ده بتدرس فيه مثلا اوبريتنج سيستم، من الحاجات اللي انت بتدرسها يعني خاصه بالمجال ده بالقسم ده اوبريتنج سيستم. بتدرس طبعا الالجوريزم والحاجات الخاصه بالبرمجه ديت اساسيه على كل الاقسام مثلا. في عندك بقى حاجات تانية زي الكومبايلر، ده بتتعامل مثلا مع لغات البرمجه، ازاي اصلا الكومبايلر بيتعامل مع اللغه، ازاي بيحول الكود ده لكود تاني اللي هو باينري سيستم يعني مثلا. ده الحاجات الخاصه مثلا بعلوم الحاسب. هو اكتر قسم مشهور، بتلاقي ان حتى في الكليات معظم الكليات موجود فيها يعني القسم ده. حتى الكليات الخاصه اوقات بتلاقي كليات خاصه فيها قسم واحد بس وهو كمبيوتر ساينس. في مثلا قسم تاني زي الاي اس اللي هو انفورميشن سيستم، والقسم ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على جزء البرمجه لكن مرتبط اكتر بالداتابيس، قواعد البيانات يعني وكده. وبيكون فيه جزء من البيزنس، بيعلمك ازاي تتعامل مع البيزنس، وده بصراحه قسم مفيد جدا، ومن اكتر الاقسام اللي شغلها موجود يعني. في بقى الاقسام التانية مثلا ممكن نقول مثلا اقسام الكريدت، يعني زي الاي اي، ده بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي، بتدرس فيه حاجه اللي هي تتعمق فيه في الرياضيات يعني وكده، بتدرس شبه الاحصاء. شغل الماشين ليرنينج والديب ليرنينج وكل ده. بالظبط، بتدرس فيه داتا ساينس مثلا، بتدرس ماشين ليرنينج، الحاجات الخاصه ديت. لكن ده بيعتمد اكتر على حد عنده خلفيه عن الرياضه بشكل كويس، لان انت بتدرس فيه الرياضه بتعمق على عكس باقي الاقسام. مثلا باقي الاقسام الرياضه بتكون بسيطه جدا في كليه حاسبات، الا في الاي اي بتكون الرياضه بتعمق شويه. فاهمك اه. عندك مثلا البايو انفورماتكس، ده بيكون مناسب اكتر للناس اللي هي ما عندهاش خلفيه عن الرياضه بشكل كبير يعني، بيكون معظمهم خارجين ثانويه عامه مثلا من قسم علم علوم، فبيكون عندهم خلفيه كويسه عن الاحياء والحاجات الطبيه وكده، وهو ده المناسب بالنسبه للبايو انفورماتكس. اوكي طيب، كويس جدا. عايز بقى اعلق على نقطه كده، اللي هو تخصص الاي اي اللي اتكلمت عنه في الكريدت، او حتى الداتا ساينس. الداتا ساينس في الجنرال هو اكيد ريليتد للاي اي. بالظبط كده. فكنت عايز اسالك، هل تخصص الاي اي فعلا زي ما الناس بتقول، ولا هو مجرد ترند؟ هل الاي اي فعلا في المستقبل هيكون هو اهم تخصص من تخصصات كليه حاسبات او من تخصصات البرمجه عموما، ولا هو مجرد ترند بس وشويه تولز وهتاخد وقتها وخلاص، ما هيبقاش ليها اهميه بعد كده يعني؟ لا هو بصراحه قسم الاي اي يعني عامل طفره جامده، وخاصه السنوات اللي فاتت ديت، مثلا اخر 5 سنين اخر 6 سنين. هو طلع ترند جامد قوي، لكن هو فعلا الترند ده هو يستاهله يعني، هو في المكانه الصحيحه ليه يعني وكده. لان هو بيساعد في كل حاجه حرفيا، حتى جزء الديفلوبمنت، اي حاجه خاصه بالديفلوبمنت وكده. فبتلاقي ان الاي اي بيساعد فيها بشكل كبير، خاصه الاي اي تولز وكده بتساعدك انك تعرف تكون الحاجه اللي انت عايزها. لو ما عندكش فكره عن الحاجه ممكن تسال وتستفسر مثلا من التولز ديت، زي شات جي بي تي، ده اشهر حاجه يعني. وفي برضه ديب سيك واي اي تولز كتيره مثلا. ده بيساعدك انك تتعلم وتطور نفسك في المجال بتاعك. بالنسبه بقى لشغل الاي اي، فهو شغل الاي اي فعلا موجود ومطلوب جدا يعني. اوكي ممتاز جدا. طيب نرجع بقى لنقطه التخصص اللي احنا اتكلمنا عنها، وهي انا دلوقتي داخل سنه ثالثه وعايز اتخصص. ممكن اكون محتار شويه في التخصص بتاعي،
ففي ناس بتفكر ان هي تتخصص بناء على المجال ده او التخصص ده موجود ازاي في السوق ومرتبه قد ايه. وفي ناس تانية بتقول لا انا حابب المجال ده وانا علشان حابه حتى لو فلوسه ما كانتش هي احسن حاجه، فانا هدخله علشان انا حابه واطور نفسي فيه. فمن وجهة نظرك شايف ان انا ادخل مجال انا حابه حتى لو فلوسه مش كويسه، ولا ادور على المجال اللي منتشر اكتر حاجه منتشره مثلا في السوق وادخلها حتى لو انا مش حاببها ومش متاكد اذا كنت هنجح فيها ولا لا؟ هو بالنسبه للطالب لو عايز يختار التخصص بتاعه دلوقتي، بيختار تخصص اما مثلا كريدت فيتخصص من سنه اولى، وده غالبا بيكون بيحب مجال معين. مثلا هو مثلا كان في ثانويه عامه كان علم علوم، فبالتالي بتلاقيه بيميل اكتر لقسم البايو انفورماتكس. تمام. ومثلا واحد مثلا بتاع علم رياضه بيحب الرياضيات جدا بس دماغه عاليه جامد يعني في الرياضه، فبالتالي بتلاقيه بيدخل على جزء الاي اي، خاصه ان الاقسام الكريدت دايما بيكون فيها فلوس اكتر من الاقسام العامه كشغل يعني وكده. فديت اول نقطه الناس بتحددها هي علشان الفلوس. في واحد تاني بيبدا لا انا خلاص هبدا جنرال عادي واخد الاساسيات مع الكليه من بدايه اولى وثانيه وكده، وهبدا اتخصص من سنه ثالثه. في سنه ثالثه بقى بيفرق معاه الاقسام، هو عايز يشتغل ايه اصلا. هو دلوقتي عايز يشتغل في جزء الديفلوبمنت، عايز يشتغل مثلا في جزء التستنج السوفت وير، اي حاجه هو عايز يشتغل فيها. فبالتالي بيشوف لو كان هو محتاج وقت كبير ولا لا، المجال بتاعه بيحتاج وقت كبير ولا لا. على حسب الوقت ده بيبدا يختار التخصص ايه الاصلح ليه وايه المناسب معاه. ممكن مثلا لو دخل قسم صعب وهو محتاج ايه، محتاج وقت كبير علشان يطور نفسه في المجال بتاعه، فدخل قسم صعب فبالتالي الوقت بتاعه هيكون قليل، فبالتالي يعني ايه التطور بتاعه هيكون ابطأ شويه. ففي الحاله ديت لا هو بيختار التخصص الاحسن اللي هو الاقل في الصعوبه يعني بالنسبه له كده، وغالبا بيكون اي اس يعني. طيب، لو اسالك انت بقى يا باشمهندس، اختيارك لتخصصك كان بناء على حب للمجال ولا حب للفلوس؟ او لا يعني ما اقصدش طبعا حب الفلوس، اكيد بهزر، بس اقصد يعني داخل المجال علشان حبيت المجال شفته قبل كده وحبيته، ولا شايف ان فرصه احسن في المستقبل؟ وانا زي ما دخلت في اول سنه كده في اولى مثلا كنت ماشي مع الكليه بتعلم الحاجات الاساسيه بس زي الاو بي، بتعلم مثلا الحاجات اللي هي لغه خاصه بلغه البرمجه وكده. فده كان بالنسبه لي في سنه اولى يعني. انما من بعد الاجازه بتاعت اولى اللي هي اجازه السمر يعني وكده بدات ايه اشوف اكتر عن المجالات اللي موجوده في الشغل وكده. اول حاجه يعني شفتها هي كانت شغل ايه الويب. كنت هتخصص مم. حابب اتخصص مثلا في جزء الفرونت اند، فبالتالي بدات فيه. بعد فتره مثلا حوالي 4 شهور ولا حاجه من بدايه لحد مثلا بدايه الدراسه اللي هو في سنه تانية، لقيت نفسي ان انا يعني مهما عملت مجهود شويه فانا لسه متاخر شويه، او هو ده مش المجال المناسب بالنسبه لي. والمنافسه في السوق خاصه بالنسبه للويب بتكون كبيره جدا يعني. فلا قلت خلاص بقى انا اشوف مجال تاني ابدا فيه من علشان ما اضيعش وقت اكبر من كده. فلقيت ان مجال برضه في الديفلوبمنت، لقيت ان الموبايل ديفلوبمنت يعني هيكون احسن، ولقيته اشيك بصراحه يعني. بتقدر تتخصص يعني عندك اكتر من حاجه تقدر تشتغل بيها. عايز تشتغل مثلا كروس بلاتفورم فبتشتغل مثلا بفلاتر او حاجه زي كده، تشتغل مثلا نيتف كمثلا اي او اس او مثلا اندرويد. فبالتالي في حاجات كتيره ومتنوعه اصلا يعني. فبالتالي حبيت انا ان انا اشتغل ايه في الكروس بلاتفورم اللي هو خاص بالفلاتر. فبناء عليه قلت اختار قسم علوم الحاسب يعني. اوكي، طيب نيجي بقى لاكتر المشاكل اللي بتواجه طلاب حاسبات، او الاخطاء اللي بيقعوا فيها لما بيدخلوا الكليه. في ناس بتدخل الكليه وهي انا بشوف الكونتنت بتاع الدكاتره وبدرس الكونتنت وخلاص كده، كل ده كل المطلوب مني، بذاكره بخش بنجح خلاص خلصت، واتخرجت تمام. فجاه تلاقيه قاعد في البيت. ليه؟ لان هو ما طورش من نفسه في الكليه، ما طورش من نفسه في الحاجات اللي هي الاضافيه بجانب محتوى الدكاتره. فعايزك بقى تكلمني شويه عن الاخطاء اللي معظم الطلاب بيقعوا فيها في خلال فترتهم في الدراسه في كليه حاسبات. هو انا كطالب جديد لسه داخل الكليه اول سنه مثلا، فبقع في اخطاء كتيره قوي. من اول الاخطاء اللي بقع فيها ان انا مثلا بهتم بحاجه واحده اللي هو بهتم مثلا بالشرح الاكاديمي بتاع الدكتور مثلا. فبالتالي مش بتعلم مع حاجات يعني مختلفه، مصادر تعليم خارجيه زي الكورسات او حاجه زي اليوتيوب او حاجه زي كده. فبعتمد على شرح الدكتور في المحاضره بس. وده بصراحه مش احسن حاجه، لان معظم الدكاتره اصلا بيكون ايه الشرح بتاعه مش افضل حاجه بصراحه يعني. في ماتيريال بره احسن من شرح الدكاتره بمراحل يعني بصراحه. خاصة ان الدكاترة يعني الحاجة اللي بيشرحها السنة دي هي اللي بيشرحها السنة الجاية، هي اللي بيشرحها من 5 سنين. فده بيكون اصلا ما فيش يعني ايه بيخليه نفس الحاجة بيشرحها، فهو اتعود عليه يعني يعتبر فعلا حفظ الحاجة، مش بيتكلم ايه من اللي هو فاهم الحاجة فعلا لا.
فدي نقطه ان هو مش بيتعلم ايه، مش بيتعلم الحاجات من مصادر خاصه بيها، يعني مش بيشوف دوكيومنتيشن خاصه بالحاجه زي كده. يعني في ناس مثلا، الناس اللي هو بيتعلم بشكل مظبوط ما بيتعلمش بفيديوهات بس ولا بشرح دكتور بس، لا هو بيطلع على الدوكيومنتيشن، بيكون هو المصدر الاول للتعلم بتاعه علشان يكون متابع للتطور والحاجات اللي بتحصل جديد يعني وكده. يعني حتى كمان تعليق برضو في النقطة دي ان اللي بيميز طالب عن طالب هي حتة ان اللي هي السيلف ليرنينج او التعلم الذاتي. يعني كل الطلبة بتتخرج من حاسبات، وبنتكلم مثلا ان انا هتكلم انا عن دفعتي في حاسبات القاهرة. كانت الدفعة تقريبا 1100 او 1200 واحد، فعدد كبير جدا. انا بتكلم على جامعة واحدة بس، في طبعا جامعات خاصة كتير وفي جامعات حكومية كتير. فانا لو هتكلم ان انا في 1200 واحد غيري، ايه اللي هيفرقني عن ال 1200 واحد التانيين دول؟ هي ان انا هل هخش اعتمد على محتوى الدكاتره بس، ولا لا انا في حاجات هقعد اطور من نفسي فيها في خلال مرحله الجامعه، وده اللي هيفرقني عن زمايلي. فدي كمان بس النقطه اللي انا حبيت اضيفها في حته اللي هي الاعتماد على الدكاتره، ولا ان انت تطور من نفسك اكتر يعني. كمان بقى عايزك دلوقتي اتكلمنا شويه عن حته الاساسيات اللي في ناس كتير بتغفل عنها في كليه حاسبات. وفعلا الاساسيات هي اهم حاجه في الشغل، يعني اهم حاجه علشان تتعلم اي مجال لازم تكون اساسياتك كويسه. اي انترفيو بتدخله لازم بيسالك عن حاجات عن لغه البرمجه، حاجات عن خاصه بالاساسيات بتاعتك زي الاو بي، بيسالك في الداتا ستراكشر، طبعا في الالجوريزمز برضه بيسالك. فدي حاجه ضروريه جدا، وعلشان كمان هي بتساعدك انك تفهم المجال بتاعك بشكل يعني عميق شويه. في حاجات بقى كويسه، في ناس كويسين فعلا بيشرحوا المجال ده، بيشرحوا الحاجات خاصه بالاساسيات عن الكليه بصراحه يعني. انا بشوف ان الناس اللي هي اصلا في الكورسات الخارجيه والكلام ده بتشرح افضل من الجامعه، الشغل الاكاديمي يعني، في جزء الاساسيات كمان يعني. زي دكتور مصطفى سعد مثلا، واحد من الناس اللي بتشرح داتا ستراكشر كويس جدا ده وبيشرح حقيقي. هو بيه كويس جدا. فده بصراحه من الناس اللي برشحها بالنسبه للاساسيات وكده. اوكي طيب. في نقطة بقى مهمة وكمان يعني واجهتنا انا في بداية تعلم للبرمجة يعني، وهي الناس اللي بتاخد كورسات بس من غير ما تطبق عملي. فالنقطة دي برضو عايزين نتكلم فيها، من اهم الاخطاء اللي برضو بتواجه الناس في مرحلة بدايتها يعني في تعلم البرمجة وكلية حاسبات وكده. هي فعلا مشكلة، بتلاقي ناس دلوقتي بيشتغل على كورس معين، بياخد كورس معين، لكن بيشوف مثلا الفيديوهات او بيشوف الشرح بس، لكن مش بيطبق بايده، فبالتالي بيواجه مشكلة ان هو الحاجة اللي شافها دي بينساها بسرعة لان هو ما طبقش. فبالتالي ده بعد فترة في المجال بتلاقي نسي كل الحاجات الأساسية اللي درسها في المجال. فبالتالي محتاج يفضل يراجع دوما كده على الحاجات اللي خدها. زي مثلا واحد دلوقتي فتح كورس معين مثلا في اي مجال، مثلا مجال الويب مثلا او مجال الموبايل او حاجة زي كده، وبيبدا يشوف ايه، يشوف الانستراكتور اللي بيشرح ده بيشتغل ازاي وبيطبق ازاي، لكن هو مش بيطبق، هو بيحفظ الكود. في كده بيحفظ الكود، فبالتالي بعد فتره الكود اللي حفظه ده هينساه طبيعي ومش اه. هيعرف يطور من نفسه بعد كده يعني. فبتلاقي مستواه برضه مش مقارب لشخص فاهم اصلا كويس، يعني فاهم وطبق بايده كويس. في نقطة كده بقى مهمة جدا وعايزين نتكلم عنها، وهي ان في ناس ممكن تدخل سنة اولى وتدخل سنة تانية، ومن صعوبة المناهج حاسبات تتفاجئ وتقول لك ان لا انا الكلية دي مش ليا، انا ده مش مجالي وده مش الحاجة اللي انا هتفوق فيها. وفي اوقات كمان ناس ممكن تقرر تنسحب في سنة تانية وفي سنة تالتة، وممكن يضيعوا السنتين والثلاث سنين دول بدون اي مشكلة عندهم. فدي برضو نقطة عايزين نذكرها يعني. هو فعلا في عدد من الناس مثلا من الطلبه زي كده بعد ما بيدخل حاسبات باول سنه ولا حاجه، بتلاقيه خلاص بيحاول بقى الكليه تانية لما شاف إن المجال مش مناسب معاه، او هو مش مناسب مع المواد اللي بيدرسها وكده. فبصراحه بالنسبه لي لا، ده حاجه غلط بصراحه يعني. هو ما يعملش كده غير لو هو اصلا مشتت من البدايه، مش عارف يحدد الكليه المناسبه بالنسبه له يعني. هي سنه اولى بتكون صعبه شويه بسبب موضوع التشتت وكده، لكن في حاجه في اولى بتكون بتخليها سهله عن باقي السنين الدراسه، وهي ان المواد اللي بتدرسها في سنه اولى معظمها بتكون عندك خلفيه عنها، خاصه الرياضه. بتدرس الحاجات بتاعه الديناميكا مثلا، عندك في الفيزياء بتدرس برضو جزء الميكانيكا في الفيزياء. عندك مواد زي الالكترونكس بتدرس الكهربيه بتاعه الفيزياء. عندك حاجات مثلا بتاخد حاجات خاصه بالانجليزي، هي حاجات معظمها قواعد وحاجات يعني كلام كده اللي هو انت دارسه اصلا في سنه ثالثه وثانيه ثانوي عام يعني وكده. فده بيكون بصراحه كويس. انت ممكن تكون مشتت، فبالتالي بتحس ان المواد مش مناسبه معاك او الكليه مش مناسبه معاك، فبتضطر تحول. لكن هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي ان انت داخل على حاجه جديده، مرحله جديده لاول مره. ومش في حاسبات بس، لا هي في كل الكليات كده، سنه اولى او في الترم الاولاني تكون لسه بتبدا تتعرف على الكليه، فالموضوع بيبقى صعب معاك شويه يعني. اه تمام. كمان برضو يعني هو في اوقات حاسبات ممكن تكون لطلبة هي مش دي الكلية اللي هم ينفع يدخلوها، او مش دي
المجال اللي هم ينفع يدخلوه. فمن اهم الحاجات برضو اللي المفروض الطالب يعملها في الحته دي، وهو انه يبحث شويه كويس يعني عن الكليه، ويبحث شويه عن التخصصات، ويبحث شويه عن الجامعه كمان اللي هيدخلها، لان احيانا في جامعات ممكن مستوى تعليمها ما يكونش بنفس مستوى تعليم جامعات تانية. فانا شايف ان الطالب قبل ما يقرر يدخل حاسبات او يدخل اي مجال يعني من مجالات البرمجه، لازم يبحث كويس جدا. و... وكمان احنا يعني علشان كده كمان عاملين السلسله دي بعد امتحانات ثانويه عامه على طول، وخلاص الطالب يعني هيخلص ان شاء الله يعني، وباذن الله كل طالب يجيب المجموع اللي هو عايزه. فهي السلسله دي مهمه ليه؟ مهمه لان هي هتعرف الطالب عن التخصصات بتاعت كليه حاسبات عموما، يعرف كل حاجه عنها، وبعد كده يقرر هل دي مناسبه ليه ولا لا. علشان ما يجيش في سنه تانية او ما يجيش في سنه تالتة ويقول ان لا الدنيا بالنسبه لي صعبه وانا مش ده مكاني المناسب وينسحب، فيقرر يضيع سنتين او 3 سنين من حياته يعني. فبس دي نقطه حبيت اضيفها في كلامك يعني. فدلوقتي بقى عايز ارجع تاني لسؤال شخصي عنك شويه، وبالنسبه اتفضل. برضو للاخطاء وكده. فشايف بالنسبه لك انت كباشمهندس محمود، ايه اكتر غلطه شايف ان انت وقعت فيها في سنه اولى في كليه حاسبات؟ والله هي اخطاء كتير فعلا بتحصل بسبب ان انت برضه هو النقطه الاساسيه بالنسبه لك اصلا كاي واحد اي واحد بيغلط في الكليه او اي واحد بيدخل على مرحله جديده، هي نقطه التشتت بصراحه. يعني ممكن تكون متشتت ما بين ان انت تختار تخصص من سنه اولى، مع ان ده مش افضل قرار بالنسبه لك. ان لازم تتعلم اساسيات الاول، وبناء على الاساسيات بتعرف انت ايه القسم المناسب معاك. في بقى ناس بتهتم بجزء انها تشتغل بروبلم سولفنج بس، في ناس بتهتم انها تشتغل على الكليه بس، تشتغل مثلا على مجال واحد، يذاكر مجال مثلا من اول سنه، مجال الويب ومجال مثلا الموبايل او اي مجال تاني، وفي نفس الوقت هو ما عندوش لسه اساسيات. فدي بالنسبه له بتكون مشكله كبيره جدا يعني. بالنسبه بقى للنقطه اللي هو يعني انا مثلا ايه الاخطاء، هو الخطا ان انا مثلا في سنه اولى، ان انا بعد سنه اولى يعني بعد ما خلصت الاجازه بتاعت سنه اولى اللي هو السمر بتاع سنه اولى وكده، كنت بدات في مجال معين اللي هو مجال الويب. فبالتالي مجال الويب بعد ما بدات فيه ب3 شهور حسيت ان انا مش مناسب معايا. ففي 3 شهور ضاعوا بالنسبه لي، 3 شهور ضاعوا. بعد ال3 شهور دول بدات بقى اتعلم اتعلم مجال تاني، ادخل في مجال تاني. الحمد لله كان هو المجال المناسب يعني وكده. طيب يعني احنا دلوقتي يا باشمهندس الحمد لله يعني غطينا معظم النقط اللي ممكن طالب يكون محتاجها يعني في بدايه ان هو يعمل سيرش عن كليه حاسبات والتخصصات كمان اللي هي جوه الكليه. فنتمنى من ربنا يعني ان احنا ان شاء الله نكون قدرنا ان احنا نفيد الطلاب اللي كمان اللي خلصوا ان شاء الله يكون خلصوا ثانويه عامه في وقت نزول الفيديو. وكمان يعني بفكرك ان الفيديو اللي جاي هيكون عن تخصص فلاتر بقى، تخصص بحت. بالظبط. وكمان هنتكلم شويه عن الاي اي، وهنضيف جزئيات برضو ممكن ترشيحات كده لكونتنت معين ممكن الناس تتابعه يعني ان شاء الله، بس كل ده يكون في الفيديو اللي جاي، باذن علشان الله. مش عايزين الحلقة دي تطول يعني اكتر من كده. فبس يعني دي نهاية حلقتنا النهاردة في حلقة جديدة وبودكاست جديد من معاد. اهم حاجة انك ما تنساش شعارنا ان كل لحظة ممكن تكون بداية، وان شاء الله تكون نتيجة ثانوية عامة تظهر على خير، ويكون كل طالب يجيب الدرجة اللي هو بيتمناها. واخيرا بقى شعارنا المعروف، سلام لحد ما نتقابل تاني. معايا. اه صح صح، شايفين ده الانتاج يا جماعه، والله الانتاج قاعد اهو. اه يا جماعه والله، لو اعرف احرك الكاميرا واجيبه والله اهو، قاعد